بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قبل ما أقول أي حاجة حبايب قلبي، صلوا على النبي وزيد النبي صلاة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. وقبل ما أقول هنعمل إيه مع بعض النهاردة من وصفات وحاجات حلوة إن شاء الله، يا رب تكون على قد إيدينا متوفرة في بيتنا. ما تنسوش تدينوا ايديكم الحلوه باحلى لايك باحلى اشتراك، وما تنسوش تفعيل زر الجرس، وتقولوا لحبايبكم ولجيرانكم عن قناه مطبخ الست بسيطه، وتردونا بتعليقات حلوه منكم تكبر بخاطر يكبر بخاطركم ربنا. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه مع بعض. واحنا بقى في الصيف وحر الصيف، وعيالنا بقى عايزين طول ما هم قاعدين يشربوا في حاجات ساقعه، ياكلوا في حاجات ساقعه. نعمل مع بعض ايه؟ نعمل مع بعض الايس كريم بطريقه سهله، بطريقه بسيطه تخلي كل بنوته وكل ست بيت شاطره متوفر عندها المكونات تقوم على طول كده اهو تعمل احلى ايس كريم تطري على ايه عيالها بايه من حر الصيف اللي احنا فيه ده. طب يلا اول نشوف هنعمل ايه مع بعض في الايس كريم، ونعمله بطريقه سهله وبسيطه ان شاء الله. انا عندي حبايب قلب المكونات عباره عن 3 معالق كبيره من السكر، معلقه صغيره من الفانيليا، 3 معالق كبار من النشا، وعندي لبن. هنعمل ايه بقى يا ست بسيطه؟ ده بيقولوا الايس كريم ده هيبقى حاجه ساقعه. طب ايه النشا وايه الليله دي؟ تعالوا اقول لكم هنعمل ايه. جبت حله فضيت فيها نص كيلو لبن، انا كان عندي نص كيلو لبن حطيته في قلب الحله. هنزل بقى بالثلاث معالق كبار من النشا، بسم الله الرحمن الرحيم. انزل بالثلاث معالق كبار من السكر، بسم الله الرحمن الرحيم. واقوم نازله بالمعلقه الصغيره من الفانيليا، واقوم مقلبه بقى، واقوم مقلباها النشا كده هو السكر لحد ما ايه تفك خالص، ما تبقاش باينه خالص اهي. بعد ما قلبناها جامد زي ما انتم ما شايفين، يلا بينا بقى على البوتاجاز نشوف هنعمل ايه. انا جيت هنا على البوتاجاز هقلب بقى لحد ما تربط معايا، بس انا مش عايزاها تربط الايه التقل الجامد، لا انا عايزاها تبقى الوسط. هنشوفها مع بعض لحد ما ايه نقول القوام هو ده المظبوط معانا. يا حبايب قلب ده القوام اللي انا عايزاه، ما تكونش تقيله قوي. هسيبها بقى لما تبرد خالص واحطها في التلاجة قيمه ساعتين بالظبط، قيمه ساعتين. الخليط بتاعنا حبايب قلبي بعد ما عملته وسبته وبرد بره حطيته في التلاجة لمدة ساعتين، وعشان ما يعملش اي طبقة عندنا غطيته زي ما انتم ما شايفين. الخليط بتاعنا جه اعتبر ادي كوبايتين كبار وادي كوباية صغيرة. انا اول كوباية هركنها على جنب، وهخليني في الكوباية والكوباية الصغيرة. هاخد الكوباية الكبيرة وهحطها في الكوباية الصغيرة نصها اهي، بس كده. كبار من الكريمه، بسم الله الرحمن الرحيم. وهاخد معلقه عسل نحل، معلقه كبيره اهي، معلقه كبيره. العسل دي يا حبايب قلبي اللي انا حطيتها دي بديل العسل الجلوكوز، لو انت ما عندكيش او مش متوفر عندك عسل الجلوكوز. لو ما عندكيش برضو العسل النحل تعملي شربات يكون تقيل بتقل العسل او بتقل عسل الجلوكوز، وتاخدي منه برضو معلقه. اي حاجه عندك متوفره حبيبه قلبي تعمليها. دلوقتي انا هعمل ايه؟ زي ما قلت لكم انا حطيت خليطنا هو وهضربه زي ما انتم ما شايفين، بس بقى مش هعرف اتكلم عشان صوت الخلاط. حبايب قلبي بسم الله ما شاء الله، ادي القوام بتاعنا في الخلاط ولا في كبه ولا في اي حاجه اهو، بسم الله ما شاء الله اهو. ادي زي ما انتم ما شايفين بسم الله ما شاء الله. هنغطيها بقى عشان نحطها في الفريزر، عشان لو حطيناها من غير ما نغطيها هتربي طبقه تلج فوق منها، واحنا مش عايزين كده. نحطها ويلا بينا على النوع التاني من الايس كريم بتاعنا. فهو ايس كريم الشوكولاته اللي كلنا بنعشقه، واطفالنا وكبارنا كله بيحبه. انا حطيت الكوبايه الكبيره بتاعتنا والنص التاني الصغير برضو، وهحط برضو معلقتين من الكريم شانتيه اهو، معلقتين كبار. وهحط معلقه برضو عسل كبيره بديل العسل الجلوكوز بتاعنا، عشان ما نعملش نفسنا.
ودي يا حبايب قلبي معلقه كبيره من الكاكاو. بس خلي بالك يا حبيبه قلبي لما تيجي تشتري الكاكاو تشتري الكاكاو اللي يكون غامق، لان الكاكاو الغامق بيديكي نتيجه حلوه بالذات في الايس كريم اللي هو الشوكولاته، لان معلقه واحده هتديكي اللون اللي احنا عايزينه. بسم الله الرحمن الرحيم. هاجي دلوقتي برضو اضرب. على فكره الضرب يا حبايب قلبي انا بضرب لمده 3 دقايق متقطعه. برضو انا هشغل ومش هتسمعوا برضو صوت عشان ايه الخلاط. دلوقتي يا حبايب قلبي انا محتاجه قيمه معلقتين صغيرين من الميه يكونوا متلجين اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو واشغل. بسم الله ما شاء الله اهو حاجه كده الله اكبر. برضه حطيت اهو اللي بالشوكولاته معانا زي ما انتم ما شايفين في علبه نقفلها عشان برضه ما تعملش تلج معانا لمده 6 ساعات يا حبيبه قلبي. يعني انت لو عاملاها من بالليل تقومي الصبح ان شاء الله تقومي تطلعي تاكلي احلى ايس كريم انت عاملاه اقتصادي ببيتك، حاجه كده ما حصلتش. انا دلوقتي هحطه في الفريزر زي ما قلت لكم لمده 6 ساعات ونشوفه لما يجي. يا حبايب قلبي بسم الله ما شاء الله الله اكبر. بصوا حاجه كده بتتحدث عن نفسها. الله اكبر كده ايه بسم الله ما شاء الله. ايس كريم من الاخر حاجه كده. بصوا في الخلاط لو قلنا بقى كبه بيوتنا كلها فيها خلاطات لكن مش كلنا عندنا الكبه، وبحاجه اقتصاديه موفره والله يا حبايب قلبي بكريمه من عند العطار. مش هقول لكم بقى جبت الكريمه الغاليه والمش عارفه الماركات، لا بسم الله ما شاء الله. شوفوا يا ولاد شوفوا الجمال شوفوا الحلاوه، حاجه تفرحوا بيها عيالكم وتفرحوا بيها بيتكم. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. الطعم بقى ما اقولكمش حبايب قلبي اللي بالفانيليا وادي اللي بالشوكولاته بسم الله ما شاء الله حاجه بقى فرحي بيها بيتك وعيالك واعملي احلى ايس كريم اكتمي برضو حاجه جميله بسم الله ما شاء الله. شوفوا يا ولاد شوفوا الجمال شوفوا الحلاوه، حاجه اقتصاديه موفره عملناها ببساطه. ما قلنا لكمش بقى روحوا هاتوا الحاجه الغاليه الحاجه الماركه، احنا بنعمل حاجه نفرح بيها عيالنا وفي نفس الوقت تبقى اقتصاديه وموفره حبايب قلبي. الايس كريم الاقتصادي الحلو الجميل اللي طعمه في منتهى الجمال وعملناه بسرعه ان شاء الله كده حلوه. وما حبيبه قلبي طري كده على عيالك في حر الصيف ده اهو واعملي ايس كريم بكل سهوله وبكل بساطه، وان شاء الله يا رب هنعمل معاكم انواع كتيره واقتصاديه ان شاء الله من ايس كريم. ما تنسوش الدعاء، ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. واقول لكم مهما اندقت الدنيا علينا نقول فرج ربنا قريب، ولازم يكون املنا في ربنا كبير ان شاء الله ان بكره هيبقى احسن. وما تنسوش زي ما قلت لكم تقولوا لجيرانكم ولحبايبكم عن مطبخ ست بسيطه وبنوتتها. يومكم كله مليان بالسعاده وبرضا من عند رب العالمين. قولوا امين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.